حكاية فيلمنا بتبدأ سنة 2022 في الولايات المتحدة الأمريكية. بنلاقي إن نسبة البطالة بقت 1%، ما بقاش فيه أي عنف، الجريمة بقت في أقل معدلاتها، وده كله بسبب حاجة واحدة: يوم التطهير. ده يوم 21 مارس من كل سنة، من الساعة 7 مساء لمدة 12 ساعة، مسموح لأي حد يقتل أو يعذب أو يحرق أي حد بدون أي مساءلة قانونية. وبعد كده بنروح لجيمس، المسؤول عن حماية أنظمة البيوت والشركات. راجع لبيته شايف كل الناس بتحط ورد في الشارع عشان تستقبل يوم التطهير، وبيوصل للبيت وبيقابل مراته ماري، واللي بتحاول تقنعه ان هو يقابل حبيب بنته زوي اللي عايز يرتبط بيها. وبنلاقي فعلا ان زوي معاها حبيبها في اوضتها، واول ما حست ان باباها وصل البيت طلبت من هنري ان هو يمشي بسرعة ويوصل بيته قبل بداية التطهير. وبعدها ماري بتخرج عشان تقابل جارتها جريس اللي بتديها هدية، وقالت لها ان بيتهم الجديد ده اتبنى بفلوس نظام الحماية الجديد اللي بيبيعه جوزها لكل البيوت اللي موجودة في المدينة. وبعدها بتودعها وبتمشي، وبتدخل ماري البيت وبتشوف اللعبة اللي ابنها تشارلي عاملها واتخضت جدا منها، وبيقدر يتحكم فيها عن بعد. وبعدها بيقعدوا كلهم على الغدا، واول ما بتيجي الساعة 7 بيقوم جيمس عشان يشغل نظام الحماية وكاميرات المراقبة، وبيخلي معاه مسدس احتياطي. وبعدها بيشوفوا في التلفزيون اعلان بداية الحظر في كل الولايات المتحدة الامريكية، واللي بيبدأ من الساعة 7 ولمدة 12 ساعة. جميع خدمات الطوارئ بتبقى موقوفة حتى نهاية التطهير، وبيسمعوا كلهم انذار بداية الحظر. وبيدخل جيمس مع تشارلي ابنه في مناقشة حوالين موضوع التطهير، وتشارلي بيقول له ان هو ضد قتل الناس في الشوارع، لكن جيمس بيقنعه ان ده بينقذ البلد من الفقر والبطالة، وكمان الناس بتقدر تعمل اللي هي عايزاه بدون اي عقاب وبتنفس عن نفسها. وده بيبقى لمدة 12 ساعة بس، يوم واحد في السنة. وبتطلع زوي لأوضتها وبتتفاجئ ان حبيبها هنري لسه موجود معاها في الأوضة، وقال لها ان هو عايز يقضي معاها اليوم. وبعدها كل واحد منهم كان بيعمل حاجة مختلفة. جيمس كان مشغول بنظام الحماية والشغل بتاعه، ماري كانت بتلعب رياضة، تشارلي بيلعب بلعبته تومي. وبيشوف في الكاميرات تشارلي واحد كان موجود في الشارع بيستنجد بأي حد وخايف يتقتل، وبيقول ان في مجموعة بتحاول انها تطارده عشان تقتله. وبيقرر تشارلي ان هو يساعده، وبيفتح له الابواب وبيدخله البيت بتاعهم. وبيعرف جيمس ان الابواب اتفتحت، بيجري باقصى سرعة عشان يقفلها تاني ويشغل نظام الحماية. وبيشوف الراجل اللي دخله تشارلي، لكن بيظهر هنري من وراه وبيضرب نار على جيمس، وبيقدر جيمس ان هو يضربه. وبعدها بيزعل لتشارلي انه دخل راجل غريب بيتهم ولانه اختفى تاني من قدامهم. وبتستغرب ماري جوزها اللي بقى عدواني جدا. وبعدها بيطلع جيمس عشان يطمن على بنته زوي، وبيلاقي ان هنري واقع ميت في اوضتها. وبتخرج ماري تدور على زوي في البيت، وبتسيب تشارلي عند كاميرات المراقبة. وفعلا بتلاقيها ماري وبتطلب منها انها تفضل معاهم، لكن البنت كانت خايفة من باباها وبتسيب مامتها وبترجع تاني تهرب في اي مكان في البيت. وبترجع لتشارلي اللي كان بينادي على ماري وبيقول لها ان في جماعات مسلحة موجودة بره البيت. وزوي هنا كانت استخبت من باباها. وبينزل جيمس وبيروح لماري، وبيشوفوا هما كلهم مجموعة التطهير اللي جاية ناحية البيت. وبيلاقوا واحد مقنع واقف قدام الباب، وده كان قائد المجموعة. وبيطلب منهم انهم يسلموا الراجل اللي دخل يستخبى في البيت عشان عايزين يقتلوه، وهيسيبوهم في حالهم لو سلموه، ومعاهم فرصة لحد وصول المعدات اللي هيقتحموا بيها البيت. وبتستغرب ماري لما بتلاقي جيمس عايز يدور على الراجل ده ويخرجه ليهم. وهنا تشارلي كان قاعد بيتفرج على كاميرات المراقبة وشايف جماعات التطهير وكمية السلاح اللي موجودة معاهم، وبيقرر تاني انه يساعد الراجل المستخبى عندهم عن طريق اللعبة بتاعته. وبيقدر ان هو يوصل للراجل قبل باباه، وعن طريق الاضاءة اللي في اللعبة بيوجهه لمكان تاني امان محدش يقدر يوصل له فيه. وبعدها قائد المجموعة بينادي على جيمس وبيقول له انه اتأخر قوي في انه يلاقي الراجل ويسلمه لهم. وبيجي واحد تاني مقنع من المجموعة بيصرخ في وش جيمس وبيقول له ان هو لازم يلاقي الراجل بأقصى سرعة، لكن قائد المجموعة بيقتله. وده بيرعب جيمس اكتر، وبيقول له ان هو لازم يلاقي الراجل ده في اسرع وقت. وبعدها جيمس بيسيبه وبيكمل تدوير على الراجل المستخبي، لكن لما بيلاقيه بيشوفوا انه ماسك زوي بنته وبيهدده ان هو هيقتلها. لكن بتظهر ماري من ورا الهارب وبتشتت انتباهه، وبيقدر جيمس انه يضربه بالرصاص وبيغمى عليه وبيربطه في كرسي عشان يسلمه. وبيفضل يقاوم جيمس لكن جيمس بيضربه. وماري بقت مستغربة جدا انه ازاي بقى عدواني كده وعايز يسلم الراجل ده وهو عارف انهم هيقتلوه. بعدها بيلاقي جيمس الراجل الهارب بيقوله انه موافق انه يتسلم عشان ينقذ نفسه واسرته احسن ما ينقذ واحد هو ما يعرفوش من الشارع.
وبعدها جيمس بيقرر انه يساعده وانه يتحدى المجموعة ويواجههم، وكانت المعدات هنا وصلت وبيقدروا ان هم يكسروا الازاز ويخلعوا الابواب وبيدخلوا البيت كمان. وبيقدر واحد مقنع منهم ان يوصل لتشارلي، وقبل ما بيقتله بيظهر جيمس وبيقتل المقنع وبينقذ ابنه وبيدخله اوضه المراقبه. وبعدها بيكمل تدوير على ماري وزوي، لكن بيظهر مقنعين تانيين وبيقدر جيمس انه يقتلهم كلهم بالسلاح اللي معاه، لكن بيظهر القائد بتاعهم وبيقتل جيمس بسكينه وبيشكره على التطهير، وبيأمر باقي المجموعه ان هم لازم يلاقوا الهارب ويدمروا البيت ويقتلوا كل اللي فيه. وبيلاحظ تشارلي في الكاميرات ان جيرانهم جايين عشان ينقذوهم ومعاهم سلاح، وبيقتلوا المجموعه اللي واقفه بره البيت. وفي 2 من المجموعه كانوا مسكوا ماري عشان طبعا عايزين يقتلوها، لكن جيرانهم بيقتلوا المقنعين في اخر لحظه وبيختفوا بعدها. بتلاحظ ماري هنا ان جيمس مقتول على الارض جنبها، وبيخرج تشارلي من اوضته بسرعه عشان يروح لباباه وبيقول لهم ان جيرانهم جم عشان ينقذوهم. وبيجي لهم قائد المجموعه وبيشكرهم انهم اتجمعوا في مكان واحد عشان يقتلهم مره واحده بدل ما يدور على واحد واحد منهم. وقبل ما يضربهم بالنار بتظهر زوي ومعاها مسدس هنري، وبتقدر انها تقتل قائد المجموعه، وبتروح لابوها وبتعتذر له عن كل اللي حصل. وبعدها بيلاقوا الجيران كلهم بيظهروا قدامهم ومعاهم جريس، وبتشكرهم كلهم ماري عشان انقذوهم، لكن جريس بتقول لها انها مش جايه عشان تنقذهم، هي جايه عشان تقتلهم. وبعد كده بيسحبوا جيمس وبيسحبوهم واحد واحد وبيحطوهم في مكان وعملوا دايره حواليهم، وبتقول لهم جريس انها بتحقد عليهم وان كل اللي هم فيه دلوقتي بسبب الفلوس اللي بيدفعوها لجيمس على انظمه الحمايه، وانها وكل الجيران قرروا ان هم يشاركوا في يوم التطهير ويقتلوهم. وتشجعوا جدا لما شافوا الحواجز اللي موجوده حوالين البيت كلها اتشالت. وقبل ما يقتلوهم بتظهر عربيه لعبه بتشتت انتباههم، وبيظهر الهارب وبيمسك جريس وبيطلب منهم انهم يفكوا ماري وولادها، وبترفض ماري انها تقتلهم وبتقرر انها تعدي اليوم في سلام وكفايه قتل لحد كده. وبتقعدهم كلهم على ترابيزه واحده لحد ما الساعه تعدي 7، وكان فاضل 5 دقايق بس والساعه تعدي 7. وبنشوف ماري هنا ولادها قاعدين جنب جوزها الميت وبيصعبوا عليها، وجريس كانت بتحاول انها تاخد السلاح منها وتقتلها، لكن ماري بتشد السلاح وبتضربها بيه. وبعدها بيسمعوا كلهم جرس نهاية الحظر ونهاية يوم التطهير، وبتسيبهم يمشوا في سلام، والراجل الهارب بيشكر ماري وولادها وبيسيبهم وبيمشي. ودي تبقى نهاية حكايتنا، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو عجبتكم الحكاية، وسلام.